لمحبي المملحات جبت لكم حبيباتي اليوم هذا المملحة او هذا البيتزا كوفير بطريقة بزاف هايلة وبزاف بنينة. راح تجيكم من داخل مفرمجة ومن برا راح تجيكم مقرمشة وتجي ما شاء الله بزاف بنينة. رايحين نبداو في الوصفة وطريقة التحضير. السلام عليكم، مرحبا بكم حبيباتي في وصفة جديدة من وصفاتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو ما ننساش نرحب بالمشتركات جدد ونقول لكم حبيباتي الدار داركم وانا راني غير ضيفة عندكم. وما ننساش نرحب بالمشتركات القدام اللي راهم قدام في قناتي، نقول لكم مرحبا بكم حبيباتي الدار داركم. رايحين ندخلوا في الوصفة وطريقة التحضير ونقولوا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة رايحين ندخلوا في الوصفة، وأول حاجة رايحين نبداو بها هي الحشوة. هنا حبيباتي في مقلة حطيت كمية نتاع الزيت وحطيت كمية مليحة نتاع البصل اللي كنت قصيتها أرقية. كما راكم تشوفوا حبيباتي بعد ما ذبال معنا هذاك البصل ضفت كميه مليحه نتاع الفلفل الحار، وضفت حبيبه نتاع زروديه اللي كنت كرفشتها في الرقيق باش تعطينا هذيك البنه وحلاوه لهذيك الحشوه نتاعنا تجينا بزاف بنينه. صدقوني البنات جربوها بهذه الطريقه واكيد راح تعجبكم النتيجه. هنا حبيباتي التوابل يعني ضفت غير الكمون وضفت راس الحانوت، هذا ما ضفت فيه هذا الحشوة، وضفت الملح وزدت ضفت كمية مليحة نتاع الطوماطيش اللي كنت يعني أرحيتها وكمية نتاع الثوم. هنا يا حبيباتي راح نقول لكم ما تتقيدوش بالوصفه تاعي، لانه انا كان عندي نصف صدر تاع الدجاج، يعني كان عندي في الكونجيلاتور لقيته بعد ما لقيته يعني عنده وقت كنت نسيته ولا ما على باليش ما شفتوش. المهم كي جبدته وليت رحيته ودرته في هذا الحشوه. انتم اذا حبيتوا الحشوه اقتصاديه استغناو على هذاك صدر تاع الدجاج، دروها غير بهذا الحشوه راح تجيكم بزاف بنينه. واذا كان عندكم يعني دجاج ولا فيونداشي حبيتوا تضيفوه لكم الاختيار. المهم نتوما ما تقيدوش بالوصفه نتاعي وتقولوا بالك لازمنا الدجاج ولازمنا نديروا هذيك وهذيك. المهم حبيباتي هنايا زدت ضفت مغرفه صغيره نتاع طماطم ومغرفه صغيره نتاع الهريسه، وزدت ضفت حبيبات نتاع الزيتون كنت قصيتهم، وكميه مليحه نتاع الكزبره الخضراء وخليتها يعني كملت طيابها وحطيتها بجيه حتى تبرد معنا. هنا رايحين نجيو للعجينه حبيباتي. في ريسيبي حطيت كاس تاع حليب يكون دافي ونص كاس تاع الماء، وضفت كاس نص كاس تاع الزيت، لانه نحتاجو هذه المملحه تاعنا تجي مبسه العجينه تاعها وتجي باش تجينا بنينه وتجينا مقرمشه. ضفت مغرفه صغيره نتاع الخميره الفوريه، وضفت بياض نتاع البيض اللي كنت نحيت الصفار باش ندهنوا به العجينه نتاعنا، وضفت الملح. يعني الملح ديما حطوه قدامكم وما تنساوهش. هنا حبيباتي من بعد ما خلطت الخليط نتاعي بديت نضيف في الفرينه كما راكم تشوفوا. راح نضيف الفرينه هنا يعني تقريبا يعني دالي كيلو، يعني كيلو قيس كيلو، يعني قيس كيلو. فضلت لي منها غير كميه قليله، يعني قيس نص كاس تاع الفرينه. كما راكم تشوفوا البنات يعني نخلط بهذا الطريقه ونلم العجينه تاعي. وهنا يا حبيباتي ما تخليوش العجينه تاعكم يعني طريه بزاف وما تخليوهاش ناشفه بزاف، راح تكون بين وبين. كما راكم تشوفوا حبيباتي يعني هذا الوصفة راهي سهلة ماهلة، ويعني توجد ليه وما فيهاش تعقيدات، يعني غير تنوضوا تحضروها في أي وقت، يعني تحضروها مش راح تدي معكم الوقت ثاني بزاف. ومن جهة وصفة ما شاء الله وتجي بنينة بنينة. واش نقول لكم بالخصوص كي ديروا لها هذيك الطريقة نتاع التوريق كما درتها أنا، يعني درت لها هذيك الطريقه تاع التوريق عطات لي واحد النتيجه ما شاء الله. يعني هذه الوصفات ولا هذا النوع نتاع هذه الوصفات مليحه في رمضان. يعني هذه الوصفه حبيباتي غير خبوها في عينيكم، بالخصوص في رمضان رايحين تحتاجوها. وصفه كما قلت لكم سهله مهله، وتحبوا ثاني تنقصوا الكميه، بما انه احنا في رمضان نحبوا نديروا غير كميات قليله راح تكفينا.
كما قلت لكم خبيوها رمضان. هذا الوصفه تجي ما شاء الله بزاف بنينه. ومن جهه كي نكرهوا يعني من البوراك، مش يعني كل يوم نديروا بوراك، نديروا هذه الوصفه سهله ماهله وخفيفه وبزاف بنينه كما قلت لكم البنات. هنا حبيباتي من بعد ما لميت العجينه تاعي وحطيتها يعني حتى ضعف الحجم تاعها. هنا حبيباتي فشيت لها داك الخمور نتاعها وبديت نكور في الكوريات نتاوعي بهذا الطريقه. هنا حبيباتي اتحصلت على 6 كوريات، يعني 6 كوريات داروا لي كميه ما شاء الله، يعني قيس عشاء ولا قيس غدا. هنا حبيباتي بديت نحل في العجينه تاعي بهذه الطريقه. فرشت لها الفرينه وبديت نحل العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا. هنا العجينه تاعي راح نحلها رقيقه، نحلها رقيقه ورايحه ندير لها الزبده. ذوبت كميه نتاع الزبده راح ندير لها التوريق كما راكم تشوفوا حبيباتي. درت لها التوريق بهذه الطريقه، يعني هنا ما تحتاجوش انكم ديروا لها التوريق وزيدوا تحطوها في الفريشيدير ومن بعد تعاودوا توليوا لها. هنا اللي يعني قسمه تورقوا قسمه تخدموا العجينه تاعكم وتحطوها في الصنيوه. شوفوا البنات، هنا من بعد ما سقمت العجينه تاعي كما قلت لكم درت لها التوريق وطويت هذيك العجينه تاعي. نحيت الزوائد بالجراره في الحواشي، نحيت هذوك كامل الزوائد. يعني سقمت العجينه تاعي وبديت نحط في الحشوه كما راكم تشوفوا. حطيت الحشوه تاعي، حطيت كميه مليحه نتاع الفرماج وغرقت عليها بهذا الطريقه. وهنا حبيباتي حطيتها في السنيوه بهذا الشكل. كما قلت لكم البنات الطريقه راهي سهله مهله، يعني غير اعتمدوها ودخلوا للكوزينه وديروها، صدقوني راح تنجحوا فيها من اول تجربه. كما قلت لكم هنا زدت حطيت العجينه الثانيه وبديت نحل فيها بهذا الطريقه كما راكم تشوفوا، يعني نفس الطريقه الاولى. نحل العجينه تاعي شويه رقيقه كما قلت لكم ونبدا ندير لها الكميه تاع التوريق، يعني ندهنها بالمارغرين اللي كنت ذوبتها وراح نطوي العجينه تاعنا كما نقولوا اني بديت نخلط في الهضره. من بعد راح نحي لها هذوك الزوائد بموس ولا باي حاجه. نحيت لها هذوك الزوائد وحطيت وبديت نحط في الحشوه نتاعي باش تجينا العجينه تاعنا او الحربوش تاعنا راح يجينا مسقم ويجينا هايل. كما راكم تشوفوا حبيباتي حطيت الحشوه تاعي، زدت حطيت كميه نتاع الفرماج. هنا حبيبات الفرماج نتوما تتحكموا في الكميه. المهم حبيباتي هنا شوفوا بديت ندير الحربوش نتاعي بهذا الطريقه، راح نهزو كما راكم تشوفوا ورايحه نحطو في السنيوه تاعي. هنا راح يجيكم صعيب تهزوه بصح صدقوني البنات يعني الطريقه راهي سهله مهله تهزوه يعني بسهوله. بما انه رانا فرشين له يعني الفرينه من تحتها راح يجيكم سهل في تهزوه وتحطوه في السنيوه كما راكم تشوفوا حبيباتي. يعني الطريقه كما قلت لكم راهي سهله مهله. كما راكم تشوفوا حبيباتي هنا كانت يعني ما كنتش حاطه في بالي راني نصور مليح، يعني التصوير تاعي كان شويه ناقص. شوفوا البنات كما قلت لكم البنات حطيت الحرابش تاوعي في السنيوه وقطعتهم بهذا الشكل، يعني ما قطعتش حتى لتحت، يعني غير يعني ترصيتهم برك. وهنا حبيباتي دهنتهم بهذاك الصفار نتاع البيض اللي كنت ضفت له كميه قليله نتاع الحليب، ندهنهم مليح وراح ندير لهم غير كميه قليله نتاع السانوج. وانتم لكم الاختيار اللي حبت تدير سانوج ولا اللي حبت تدير الجلجلان، الطريقه اللي تفضلوها ديروها. انا كانوا عندي حبيبات نتاع الزيتون، يعني قيس ما درت هذه الحبيبات الزوج كما راكم تشوفوا درت لهم لك الحبيبات نتاع الزيتون زينت بهم ورايحه ندخلوا السنيوه للفرن الطيب اللي كنت يعني شعلت الفرن تاعي، شعلته يعني قبل ما نبدا نشكل العجينه تاعي
كنت شعلته باش يسخن معنا. وبعد ما نطيبوا نبداو نلوحوا العجينه تاعنا عفوا، نبداو نطيبوا المملحات نتاعنا. راح نتلاقاو عند ما يطيبوا. شوفوا البنات النتيجة اللي تحصلت عليها، جونا واحد المملحات من أروع ما يكون. وأكيد راح نقسم لكم الحبيبات وتشوفوهم كيفاه جو مورقين وجو ما شاء الله، يعني البنة تاعهم ولا أروع. شوفوا البنات هنا الحبيبات نتاوعنا كيفاه جاو بعد ما قسمتهم وحطيتهم في صحن التقديم. شوفوا البنات النتيجة اللي تحصلت عليها. يعني ديروا هذه المملحات واكيد مش رايحين تندموا عليهم. هنا حبيبتي لأول مرة تدخل القناة نقول لك حبيبتي الله يخلي لي اشتراك للقناة وفعلي لي هذاك الجرس باش يلحقوك جديد وصفاتي. وما تنساوش الجيم للفيديو والبارطاج إذا عجبتكم الوصفة باش تعم الفائدة وتكبر لمتنا. وأكيد يعني نقول لكم شكرا بزاف.